السلام عليكم. النهارده معلومة مهمة جدا، ازاي احافظ على نفسي وازاي احافظ على شغلي، خصوصا في ظروف العمل اللي احنا بنمر فيها وظروف البلد اللي احنا بنمر بيها اليومين دول. بنلاقي شركات كتير او اماكن كتير بتقلل العمالة اللي عندها، فازاي اامن نفسي وازاي احافظ على مكاني في العمل. اول حاجة عشان امن نفسي واحافظ على مكاني في العمل، لازم اكون حضرتك تكون شايل شغلانتك من اولها لاخرها، لا وكمان بتكبر المكان اللي انت فيه، مش عويل، ما بتقفش على حاجة. لازم يكون عندك الف حل وحل لكل حاجة وكل مشكلة، لا وكمان بتدور على حلول فيها، ما بتعطلش، ما بتقفش على حاجة. لازم تكون قد المكان اللي انت فيه وبتكبره. والحاجة المهمة جدا كمان اللي لازم تكون بتعملها، لو اتطلب منك تاسك جديد او حاجة جديدة بره شغلانتك او بره مجالك، ما تقولش لا ده مش مكاني، دي مش شغلانتي وتقعد تدبدب في الارض. لا، ده انت هتعملها وهتعملها احسن من المطلوبة كمان، وهتأدي فيها وتعلي فيها، عشان لو مشوك يبقى قدامهم حل من الاتنين، يا اما يقولوا والله ولا يوم من ايامك يا فلان، ويبتدوا يدوروا في الحلول اللي انت كنت بتعملها، وازاي انك كنت بتدور على الف حل وحل، وازاي انت كنت بتعمل شغلانتك وبتأدي فيها بدرجة عالية وتوجد لها الف حل وما بتعطلش، ما انتش عويل. فلازم نعمل الكلام ده كله. عارفين زي ايه؟ زي مثلا لما انت تروح تطلب سندوتشين طعمية، او تطلب الصبح وانت مروح فطار تجيب فول وطعمية وبتنجان، فيجي الراجل يديك حزمة جرجير ويديك قرنين فلفل ويديك بصلاية او ليمونة، فتيجي تقول الله الراجل ده مية مية، انا كل يوم هاجي هنا وهاخد من هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.